ازيكم عاملين ايه؟ وصباح الخير، يوم جديد وهاخدكم معايا ان شاء الله حملة التنظيف العالمية. تعالوا نتفرج يا جماعة، نتفرج على البهدلة، نتفرج على البهدلة، نتفرج على البهدلة، نتفرج على البهدلة. واحنا كده بنتفرج نقعد نحكي مع بعض ونرغي مع بعض شوية. اوكي مستعدين؟ يلا ازيكم عاملين بينا. ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وجايه النهارده عشان نوضب الحاجات كالعاده. بس يا جماعه بجد عندي كام حاجه كده عايزه احكي لكم عليها. اول حاجه عايزه اكلمكم عن قصه غريبه جدا جدا جدا. هي القصه دي بقى لها سنين، بس بصراحه يعني انا الصراحه دي القصه دي مضايقاني جدا. الست اللي كانت في واحده الست دي عندها مخلفه ولدين. على حسب اللي قريته من القصة دي ان هي كانت بتفضل واحد على التاني، ومش عايزة التاني ده يعني ايه، مش عايزاه يبقى افضل من اللي هي بتحبه. يا جماعة انا كأم انا عارفة ان العيال كلهم واحد، الغلاوة كلهم واحدة. بس القصة دي بقى ايه؟ هل ناقصها حاجة؟ الله اعلم. هل في حقائق مستخبية؟ الله اعلم برضه. بس هي إيه، زي ما انا سمعتها ان الست دي راحت عملت سحر لابنها اللي هي مش عايزاه يبقى احسن من الولد التاني. وللاسف للاسف للاسف السحر ده خلاه متاخر عقليا. عارفين يعني ايه متاخر عقليا؟ يعني هو في عالم تاني وتايه كانه طفل صغير. هو حتى ما عندوش استيعاب جابوه في زي المسامح كريم، حاجه كده في برنامج، حاجه شبه كده يا جماعه. بس انا بصراحه مش متذكره. الست يعني خلاص قلبها رايح منها وعماله تعيط انها شافت ابنها بالحاله الفظيعه دي. والواد يا حرام ولا هو هنا ولا هو هنا، ابوها جوزها ابنها اقصد في الناحيه التانية شايف مامته وبيبتسم عادي، وماما انتوا فاهمين عادي، هو دماغه بقت طفل خلاص. مش طبعا مدرك الكارثه اللي هي عملتها. وطبعا انا جايه اقول لكم حاجه يا جماعه، جايه اقول لكم ان طبعا يا جماعه ربنا غفور رحيم. طبعا. انا ما اعرفش يا جماعه اللي بيعمل سحر ده. انا مش بتكلم على الساحر، لا انا بتكلم على اللي بيروح اللي بيعمل سحر. هو اكيد مشرك، اكيد اكيد اكيد، لانه عشان ينفذ للساحر الطلبات بتاعته لازم بيشرك بالله. وده شرط اساسي في العالم الاخر، ان هو لازم يشرك بالله عشان تتنفذ له اللي هو عايزه، عشان يسخر ليه بسم الله الرحمن الرحيم. فهو لازم يعمل القصة دي. فطالما هي لجأت للساحر اكيد هي استغفر الله حصل شرك يعني. دي حاجه معروفه. انا يا جماعه ما اعرفش يا جماعه، والله انا مش عايزه اشيل ذنوب ولا حاجه، بس ده اللي انا سمعته. ده اللي انا سمعته ان اللي بيروح لساحر لازم بيشرك بالله عشان بطريقه او باخرى، محدش عارف ايه الطريقه، عشان يسخر له اللي هو الحاجه دي بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. ف نيجي هنا لحظات كده. الست ان انت تروحي، ان انت يوصل بيكي. انا يا جماعه ما فيش حد كبير على الغلط ولا كبير على الذنب، بس انا بفكر بصوت عالي معاكم. يعني ايه حد يوصل بيه انه غيران على طفل، او انه خايف ان ده يبقى احسن من ده يروح يأذي طفل؟ يا جماعه الاذيه دي يا الله، يا جماعه الواحد بجد حاسس ان خلاص عقله ده هيحصل له حاجه. الاذيه في حد ذاتها مؤلمه. طيب اتهورتي واذيتيه، التبعيات بقى، التبعيات بتاعت الموضوع ده انك توصلي طفل او راجل، او هو ما كانش راجل وقتها، كان طفل عقله وقف. يعني فضل طفل يوصل بيه ان هو يفضل خلاص عايش حياته وهو كبير. انت شايفه ابنك التاني بيكبر وعيال الناس بتكبر، وده يا حرام بقى من ذوي الاحتياجات، يا حرام بقى من ذوي الاحتياجات بجد. طب انا هقول لكم حاجه، طب انا بنتي ذوي احتياجات، وعارفين اللي هو ياه، قعدت بتاع 5 سنين عشان اسمع منها كلمه ماما. دي كانت احلى خبر، يعني احلى حاجه طرت بيها لما قالت يوم ما قالت يا ماما. بعد 5 سنين وهي عندها 5 سنين دوب قالت ماما. فانا عارفه قد ايه الوضع بيوجع، قد ايه انت لو طفلك المريض ده اللي هو ذوي احتياجات لو تعب صغنن كده، انت قلبك بينفطر، حرفيا بينفطر. طب ما بالك حد انت تسببتي له في ده، ما بالك حد انت قاصده تعملي له ده، ما بالك حد انت رحتي كفرتي بربنا وحطيتي ايدك في ايد ساحر وعملتي
عامله ما يتعمل، يعني استغفر الله العظيم، ربنا وحده اعلم بيها، عشان اللي حته منك يبقى كده. الموضوع صعب يا جماعه، الموضوع صعب يا جماعه يا جماعه يا جماعه. اتقوا الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله. نتقي ربنا يا جماعه. يا جماعه نخلي بالنا من عيالنا، عيالنا دول امانه، امانه والله العظيم. انا قلت قبل كده الحياه اللي احنا فيها دي زي ما ربنا قال، هو مش كلامي، هو كلام ربنا، ان هو ما الحياه الدنيا الا لعب ولهو. دي لعب ولهو اللي احنا فيه ده لعب ولهو كل حاجه، ودار ابتلاء. احنا في ابتلاء يعني اختبارات يا جماعه. احنا ربنا بيختبرنا. انتي عندك عيالك دول اختبار ليكي، ابوك وامك اختبار ليكي، متنقيين كده يعني. ربنا نقى ده ابو ده ودي ام دي، ودول عيالهم دول، والعيال دول مبتلين بامهم وابوهم. معقوله امي وابويا يا جماعه امكم وابوكم اختبارات ليكم طبعا. ان شاء الله كانوا حلوين، ان شاء الله كانوا وحشين، هم اختبارات. طب وحشين عرفنا ان هم اختبارات، طب حلوين اختبارات ازاي؟ هقول لكم ازاي. لما يكونوا كويسين معاك يبقى انت ربنا كده اداك كارت اللي هو ايه، خد بالك انا حتى دول خليتهم لك كويسين، انت بقى هتبرهم ازاي؟ ودي تقيله ثقيله، لان انت لو امك وابوك اصلا وحشين ومضطر انك تعملهم حلو، انت كده يعني، انت كده سوبرمان في نفسك. يعني انت كده حتى يبقى عندك عند ربنا حجه ان انت كنت بتصارع وبتحاول انك ترضيهم على قد ما تقدر، بس ممكن ما وصلتش درجه الرضا. حاضر، ممكن ما وصلتش درجه الرضا اللي هي 10/10، فاهمين؟ لكن لما يكونوا اصلا كويسين، هنا بقى الاختبار كبير والعبء اكبر، ان انت مجبر انك تبقى كويس معاهم. عشان كده بقولكم يا جماعه الدنيا دي اختبارات، هذه هي اختبارات. ثواني بس. هنا كنت بقول لكم فبقول لكم يا جماعه العبء كبير يا جماعه. الاختبارات ربنا بيختبرنا. صحيح ربنا بيدي كل واحد كتافه على قد اللي تشيله، احنا عارفين الكلام ده، بس احنا برضو لازم ما ننكرش ان احنا في اختبارات جامده جدا. لازم نخلي بالنا. كل دول هنتسأل عليهم، هتتسأل على اهلك، هتتسأل على عيالك، هتتسأل على صحتك، على نفسك، هتتسأل على عينك اللي كنت بتبص بيها يا جماعه، هنتسأل على كل حاجه كل حاجه. وهنا معايا القطقوطه امال يا بنتي، احلى بنت في الكون. معلش انا بنتي احلى بنت في الكون، انا شايفاها احلى بنت في الكون، هي بقى احلى بنت في الكون. ليه بقى؟ لان هي هي اللي منوره حياتي. امولي بنتي الاموره سرح شعرها اهو. وعايزه اقول لكم انا بقى ناخد لكم قصه كده يعني ايه مره كده ان شاء الله، نحكي لكم كده حدوته بنتي العسل الاموره دي. هي على فكره بتاخد بالها من الكلام، يعني لما اقول كلمه كده ولا كده بتاخد بالها من الكلام، انا لازم امدحها على قد ما اقدر. هنا بس بسرح لها شعرها، قلت وضبط البيت يعني، ناقص ايه؟ ناقص البنت القمر دي ان هي تسرح شعرها وتبقى زي الفل واموره. واخدكم بقى معايا على الاوضه اللي بعدها، ويلا بينا على اوضه النوم. وهنا بقى قررت ان انا ابتدي اروق وانضف. طبعا الست لولو حبيبتي بتسبقني هي على السرير، هي عيني يا حبيبتي بتعتقد ان انا يعني ان انا رايحه الاوضه فيلا بينا ده وقت النوم. طبعا الدنيا كانت صبح مش وقت النوم ولا حاجه، انا داخله عشان اوضب الحاجات. فوضبت هنا يا جماعه. عايزه اقول لكم الملايات اللي باستك دي اختراع، والله اختراع. قد ايه جامده وقد ايه بتشد السرير. وخصوصا يعني انا وبنتي من النوع اللي احنا والله ولا كل الناس كده الله اعلم، بس النوع اللي احنا بنتحرك احنا ونايمين كتير، يعني شويه يمين شويه شمال، شويه يمين شويه شمال، شويه يمين، عمال انت بتفرك وانت نايم سبحان الله. لو ملايه عاديه بتلاقي الدنيا اتشقلبت على بعض. لا الملايه الاستك دي خطيره بصراحه. وهنا بقى للاسف للاسف الموبايل وقع. وبعد ما الموبايل وقع وخلصت تصوير اكتشفت ايه بقى ان الكاميرا بتصور بالشقلوب. يعني انا يا ام هعمل ايه خلاص قلت سلمت امر لله، وقلت هكمل بقيه الفيديو زي ما يجي وخلاص، وبارك الله فيما رزق. يا جماعه عيالنا امانه، اهلنا امانه، ابونا وامهاتنا امانه، اخواتنا امانه، زوجاتنا امانه، ازواجنا امانه، كلها امانات، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
دي اوصيكم ونفسي بتقوى الله، وتتقوا ربنا في كل اللي حواليكم. وكنت عايزه اقول لكم يعني الست دي بجد يعني الله يكون في عونها. يعني انا مش عارفه ادعي لها بايه، يعني ادعي لها اللهم اغفر لها ولا يعني مش عارفه يا جماعه والله. بس ربنا يكون في عونها. اشوفكم على خير.